بغداد العاصمة التي لطالما كانت ملتقى المصالح الإقليمية تستعد لاستضافة لقاء دبلوماسي يحمل أبعادا استراتيجية عميقة، حيث تشير الأنباء إلى زيارة وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي. لقاء مرتقب قد يتخذ طابع الحوار الثلاثي برعاية عراقية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وطهران في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة. العراق الذي يتوسط الجغرافيا السياسية للمنطقة يسعى جاهدا إلى ترسيخ دوره كوسيط بين القوى المتباينة بعد التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا بإزاحة نظام بشار الأسد. تعمل الإدارة الجديدة في دمشق على إعادة بناء علاقاتها الإقليمية خاصة مع حليفها القديم إيران، وفي هذا السياق تقدم بغداد نفسها كجسر للحوار مستغلة علاقاتها الجديدة مع الطرفين. من جهة أخرى يدرك العراق أن استقراره الداخلي لا ينفصل عن استقرار حدوده مع سوريا. ملف تأمين الحدود المشتركة ومواجهة فلول تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى، خاصة أن عودة النشاط الإرهابي في تلك المناطق قد تهدد أمنه القومي. ومن هنا يأتي هذا اللقاء كفرصة لتعزيز التنسيق الأمني بين الأطراف الثلاثة. التوقيت لهذه الزيارة يحمل أبعادا أكبر من مجرد تعاون ثنائي، مع عودة ملف البرنامج النووي الإيراني إلى الطاولة. المفاوضات الدولية وتصاعد التوترات في المنطقة تسعى طهران لتأمين عمق استراتيجي مستقر مع حلفائها. في المقابل ترى سوريا الجديدة في هذه الزيارة فرصة لتأكيد استقلالية قرارها السياسي دون التفريط في شراكتها مع إيران. أما بغداد فهي تدرك أهمية استثمار هذه اللحظة لترسيخ موقعها كدولة قادرة على تقريب وجهات النظر وحل الخلافات، ليس فقط بين سوريا وإيران بل أيضا بين القوى الإقليمية والدولية التي تؤثر على المشهد. لكن يبقى السؤال: هل سينجح العراق في تحويل هذا اللقاء إلى منصة للتفاهمات الإقليمية؟ وهل يستطيع الحفاظ على توازنه في خضم الضغوط التي تحيط به داخليا وخارجيا؟